الإي والدي صوتهم ت. طب إزاي؟ تعالوا نشوف. The pronunciation of words ending in ed depends on the final consonant sound. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الsuffix e و d لما بنضيفهم لآخر الروت علشان مثلا نجيب past simple أو past participle من الكلمة أو من الفعل، بيتغير صوت ال ed بناء على آخر consonant sound في الروت أو في الكلمة. تعالوا نشوف زي إيه. There are 3 ways to pronounce the ed. في 3 طرق نقرأ بيهم ال E وال D. id, t and d. هما دول ال3 طرق اللي هنقرأ بيهم ال ed في نهاية الفعل. طب إيه علاقة ال voiced sounds وال voiceless sounds اللي درسناهم في آخر حلقة بدرس النهاردة؟ هنعمل ريفيجن سريع على ال voiced وال voiceless وهنعرف. اللي قدامنا دول كلهم اسمهم voiced sounds. يعني لو احنا حطينا ايدينا على الفوكال كوردز او الاحبال الصوتيه عند رقبتنا كده هنحس باهتزاز في الاحبال الصوتيه. طب ايه هما الفويسد ساوندز؟ كل الفاولز ا اي او ا، وكمان اللونج ساوند بتاعهم a e i o u او، او كمان كاند في سونج زي اوي او او. كمان عندي م ن ر ف ز ب د ل و ج ج ج ي ذ. كل دول voiced sounds. خلونا كده نختار حرف الدي من ال voiced sounds دول وهنخرجه على جنب دلوقتي وهقول لكم ليه بعد شوية. أما بقى ال voiceless sounds هي الأصوات اللي احنا لو حطينا ايدينا عند ال vocal cords أو الأحبال الصوتية مش هنحس باهتزاز جامد. ايه هي الأصوات دي؟ ب ت ف ك س ش ش. طبعا الأصوات قدامنا دول حروف، ولكن احنا نقصد بيهم الأصوات بتاعة الحروف دي. يعني أنا ممكن أشوف حرف P و H ويطلعوا لي صوت ف، ممكن أشوف G و H ويطلعوا لي صوت ف. يبقى احنا نقصد أصوات مش حروف. ومن المجموعة الفويسلس دي خلينا نختار حرف التي ونشيله على جنب دلوقتي. تعالوا دلوقتي بقى أقول لكم اشمعنى صوت ت اللي اخترناه قصاد د. الد والت الاتنين تبع المانر of articulation أو طريقة نطقهم الاتنين من الplosive sounds أو الأصوات الانفجارية. أما بالنسبة للposition of articulation أو مكان خروج الأصوات دي الاتنين dental، يعني بيخرجوا عن طريق الأسنان. أما بقى عن طريق الفويسنج وهو الأصوات، حرف الدي voiced يعني الأحبال الصوتية بتهتز فيه، أما التي voiceless sound يعني الأحبال الصوتية مش بتتحرك فيه. علشان كده اخترنا الت sound من الأصوات الفويسلس يكون قصاد د sound من الأصوات الفويس، لأن الت والد sounds من نفس عيلة المانر of articulation وهي طريقة النطق، وكمان من نفس عيلة place of articulation وهي مكان خروج الأصوات. يعني الvoiced sound بيحب يكون معاه voiced sound زيه، فهنختار د sound. أما الvoiceless sound هيحب يكون معاه voiceless sound زيه اللي هو اخترنا له ت sound. طب تعالوا بقى دلوقتي نرجع تاني ونشوف امتى ننطق الاي دي بالثلاث أصوات بتاعتها اد أو ت أو د. امتى ننطقها اد؟ تعالوا نشوف. When the verb ends in d or t، لما الفعل أساسا يكون منتهي بصوت د أو ت. تعالوا نشوف أمثلة. The verb need ends in d sound. When we add ed to this verb, the ed make the sound id. Listen, needed, needed. The verb attend ends in d sound. When we add ed to this verb, the ed make the sound id. Listen, attended, attended. The verb plant ends in t sound. When we add ed to this verb, the ed make the sound id. Listen, planted, planted. The verb wait ends in t sound. When we add ed to this verb,
The ED make the sound id. Waited. Waited. طب امتى الإي والدي ننطقهم د؟ ED make the sound d when the verb ends in a voiced sound. لو الفعل انتهى بصوت من الأصوات الvoiced. تعالوا نشوفهم تاني. دي كل الحروف الvoiced. يعني هننطق الإي دي د لو شفنا صوت من أصوات الحروف اللي قدامنا دي إلا حرف الدي، علشان اتفقنا من شوية إن الدي لو جه بعديه إي دي هننطقه إد. عندي الفعل play آخره A sound، و A sound ده من الأصوات الvoiced، فلما أضيف إي دي هيكون صوتها د. played. played. كمان عندي الverb arrive. arrive آخره v sound، والv sound دوت من الأصوات الvoiced، فلما أضيف إي دي صوت الإي دي هيكون د. arrived. arrived. عندي الفعل damage. damage آخره صوت ج، والصوت ده من الأصوات الvoiced، لما أجي أضيف دي في آخر الفعل صوت الدي هيكون د. damaged. damaged. كمان عندي الفعل offer آخره r sound which is voiced من الأصوات الvoiced، لما أجي أضيف له إي دي صوت الإي دي هيكون د. offered. offered. كمان عندي الفعل call. الساوند من الأصوات الvoiced، فهيبقى cold. cold. الإي والدي مع بعض طلعوا صوت واحد بس اللي هو د. cold. كمان عندي الفعل clean آخره n sound which is voiced من الأصوات الvoiced، لما نضيف إي دي للفعل ده الإي والدي الاتنين مع بعض هيكون ليهم صوت واحد بس اللي هو د. cleaned. cleaned. كمان عندي الفعل follow. follow آخره O sound which is voiced. احنا لسه قايلين برضو ان كل ال vowels are voiced. O sound لما نيجي نضيف بعديه اي دي الاي والدي الاتنين هيطلعوا صوت واحد بس اللي هو د. followed. followed. عندي كمان فعل amaze. amaze آخره z sound، فلما اجي اضيف دي الدي هيكون صوتها د. amazed. amazed. خلي بالي ان الاي silent في الكلمة دي، فآخر صوت هو كان z sound. amazed. كمان عندي الفعل use. use آخره z sound رغم ان مفيش هنا حرف الزد، ولكن نطق الاس هنا في الكلمة دي كان شبه صوت ز، فلما اجي اضيف دي الاي والدي مع بعض هيطلعوا صوت واحد بس د. used. used. طب امتى بقى ننطق الاي والدي زي صوت ت؟ هننطق الاي والدي ت when the verb ends in a voiceless sound، لما الفعل ينتهي بصوت voiceless، اخر حرف فيه او اخر صوت فيه يكون voiceless. اللي قدامي دول كلهم حروف بيطلعوا اصوات voiceless. ب، ت، ف، ك، س، ش، تش. ولكن احنا بنتكلم في كورس الفونولوجي او الفونكس مع صوتيات، ملناش علاقة بالحروف قوي. طيب ليه؟ لان ممكن البي والاتش يطلعوا لي صوت ف، ممكن الجي والاتش يطلعوا لي صوت ف، حرف الاف نفسه بيطلع ف. طيب كمان ايه؟ عندي حرف الاس ممكن اسمع صوت الس ده من ايه؟ ممكن اسمعه من صوت حرف السي احيانا، ومن صوت حرف الاكس من الاس نفسه. طيب يبقى احنا بنتكلم على اصوات voiceless. يعني انا لو سمعت الاصوات اللي قدامي دي كلها الا صوت ت هنطق الايد دي زي صوت ت. طب اشمعنى ت ساوند؟ علشان احنا اتفقنا ت والد لما بيجوا بعدهم ايدي بننطق الايدي اد. طيب تعالوا بقى نشوف امثله. عندي الفعل help اخره voiceless sound اللي هو ب sound، فلما هضيف ايدي صوت الايدي هيتحول لصوت ت. helped. helped. ايه ده؟ طب ليه حولنا الايدي لصوت تي؟ زي ما اتفقنا ان لو اخر فعل صوت voiceless
لازم أشوف voiceless sound زيه واللي هو من نفس العيلة صوت ت sound. الفعل look آخره ك sound اللي هو voiceless sound. أضيف إيدي، الإيدي هتتحول ت sound looked. الفعل watch آخره تش sound اللي هو برضو voiceless sound. لما نضيف إيدي، الإيدي صوتها يتحول ت watched. عندي الفعل kiss آخره س sound. لما أضيف إيدي صوتها يتحول ت علشان الأس من الأصوات الفويسلس. kissed. عندي الفعل dance آخره س sound. صوت حرف السي هنا س. لما أضيف إيدي صوتها يتحول للت danced. عندي الفعل fix آخره س sound. الإكس هنا آخر صوت فيها، هي أصلا الإكس مكونة من صوتين ك وس، آخر صوت فيها س. لما نزود إيدي هيتحول للت sound fixed. عندي الفعل laugh آخره جي اتش هنا صوتها ف. لما نضيف إيدي هيتحول صوتها ت laughed. باختصار شديد هننطق الإيدي إد لو قابلت د أو ت في آخر صوت في الفعل. هننطقها د لو قابلت آخر صوت كان voiced sound. وهنطق الإيدي ت لو قابلت آخر صوت voiceless sound. ودي كل الأصوات قدامنا على الشاشة. ودي شوية أفعال بتنتهي بإيدي تقدروا تتدربوا عليها وتقرأوها وتسمعوها من ديكشنري علشان تأكدوا على قاعدة النهاردة. وكده تكون خلصت حلقة النهاردة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو لبيج ايزي انجليزي على فيسبوك وتيك توك ويوتيوب. باي باي.